نحتاجو البنات. اذا الكيكه تاعنا اليوم اقتصاديه لابعد الحدود، ما فيها لا بيض لا حليب. اذا راح نحتاجو هنايا بويا اورد ناتور، عليه نص كاس سكر، نص كاس كما راكم تشوفوا زيت. نخلطوا المكونات تاعنا مليح بهذا الشكل. لها كاس الى ربع ماء عادي من الروبيني ولا ماء سائله كما تحبوا البنات. فيها 2 مغارف معمرين كما راكم تشوفوا البنات كاكاو. ماذا بكم البنات كاكاو تاعكم يكون نوعيه جيده هكذا باش يخلي لكم بنه الشوكولا في الكيكه. والكاكاو بني ماشي اسود البنات. اذا نخلطوا قرصه ملح. نبداو نضيفو في الفرينه. هنا عندي 2 مغارف كبار. الباكي تاع الخماره تاع الحلويات 10 غرام. هنا لازم نخلطو مليح مليح باش تدخل لنا هذيك الفرينه، عفوا باش تتحلل هذيك الفرينه وما تبقاش حبيبات. نزيد تقريبا مغرفه تاع اكل. ما تكثروش البنات الفرينه باش ما تجيناش ناشفه بزاف. هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه. خلطوا برك هنايا البنات مليح. جيب لهنا البنات المول الاسطوري تاعي اللي راكم ولفتوه معايا في القناه كامل. تقريبا الكيكات راح نخدمها لكم في المول الاسطوري. اذا لانه بزاف بنات عندهم المول الاسطوري وما عندهمش الوصفات. اذا نجيب هنايا غلفته بالفيلم اليمون تاع عفوا بالبابي كويسون كما راكم تشوفوا، ونفرغ فيه العجينه تاعي عادي. بالنسبه للفرن البنات تبداو تخلطوا في الكيكه تاعكم. اذا اشعلوا الفرن باش هكذا يسخن قبل ما نطيبوا فيه. نسوي العجينه تاعي مليح مليح في البلا تاعي، ونعاود نزيد نخبطها البنات هكذا باش تخرج لنا كامل الهواء اللي فيها. ندخلوها طيب على 180 درجه. من جهه واحده اخرى البنات نجيبوا كاسرونه نحط فيها هنايا نص كاس سكر ونحطوه فوق النار البنات حتى يذوب لنا هذاك السكر يتكرمل. من جهه واحده اخرى البنات نجيبوا هنايا نص كاس ماء. الكاس هذاك تاع 220 ملل نحلو فيه مغرفه صغيره، مغرف قهوه صغيره مايزينا. نحلوها مليح ونخلوها جيدا. تذوب البنات الكراميل تاعنا راح نضيفوا لها هنا مغرفه صغيره زبده ولا مارغرين. اذا نزيد نرشحها فوق النار ونخليها حتى نذوب لي هذيك الزبده. وبالكم البنات من السخانه لان تكون سخونه بزاف. نزيد عليها هذاك المايزينا والماء ونخليها البنات نرجعها فوق النار ونخلط حتى يتجانس الخليط. ترجع لنا كراميل. راح ترجع لنا البنات بهذا الشكل كما راكم تشوفوا كراميل هايله. شوف البنات نخلوها تبرد البنات ونخلوها جانبا. نجيب لهنا خياتي كاس ناقص كما راكم تشوفوا ثلث الكاس ماء كما راكم تشوفوا. ما يكون يغلي وراح نذوب فيه 2 مغارف قهوه سريعه الذوبان. تحبوا البنات تستبدلوا هذا الخطوه بالحليب، ولكن انا كي كتبت لكم في العنوان تاع الفيديو تاعنا كيكه بدون حليب. اذا ما حبيتش كامل ندخل الحليب في الوصفه تاعنا، نخليها جانبا. نطيب البنات الكيكه تاعنا كما راكم تشوفوا راح تجيكم منفوخه بهذا الشكل، تجيكم خفيفه خفيفه روعه. نحي الكيكه تاعي من الجوانب. إذا نحيها من البلا بهذا الشكل. نجيب البلا تاعي البنات ونعاود نقلبوا على الكيكه تاعي ونرجعها للبلا
الشكل. اذا قلبت الكيكه تاعي وراح نحي الورق بكل سهوله. نجيب هنا هذيك القهوه اللي ذوبناها البنات ونشرب الكيكه تاعي. نشربها بالقهوه كما خبرتكم، تقدروا تشربوها بالحليب. نكمل انا كامل الكميه تاع القهوه. اذا كملت كامل القهوه تاعي، نجيبوا لهنا البنات اي اداه وراح ندير لهنايا فتحات في الكيكه تاعي. نجيب الكراميل نعاودو نخلطوها شويه ونعمر هذوك الفراغات بالكراميل. تحبوا البنات تجيبوا لابوش تكون احسن. هذيك الكراميل البنات في لابوش هكذا باش تجيني خدمه سهله وتجيني نقيه. اذا نعمر هذوك الفراغات بهذا الشكل راح تجيكم بطريقه سهله. الكراميل اللي تبقى لي اذا راح نحطها هنايا من فوق باش ندهن بها الكيكه تاعي. نجيب مغرفه ماشي هذيك الكراميل كامل في الكيكه تاعي من فوق بهذا الشكل. نجيب لهنايا البنات مرسو تاع شوكولا راح نخدمه بالكرفجه. نكرفشو بهذا الشكل البنات باش يعطيني منظر مليح. شوف البنات نكمل الكيكه تاعي كامل نرجع لكم. شوفوا حبيباتي الكيكه تاعنا بعد ما تبرد البنات قدموها بارده تجي من اروع ما يكون. كيكه مشربه بالقهوه بالكراميل تجي روعه يا البنات. اتمنى حبيباتي تعجبكم الوصفه تاع اليوم. خلي لي رايكم في التعليقات اللي جربتها، تعاود تكتب لنا في التعليقات حبيباتي. نختموا الفيديو تاعنا كالعاده بالصلاه والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. وانتظروني غالياتي في فيديو جديد. سلام.